أنا متحمس جدًا لفكرة الفيلم، فكرة الفيلم طبعًا فكرة عظيمة جدًا، لإن هي بتخُص مجموعة من الشباب. الموضوع ما هواش فيلم في المطلق يعني، لأ هو بيناقش قضايا موجودة في بيوتنا المصرية، اللي هو فرق العمر ما بين الأب والشباب. إحنا كلنا تعبنا في الفيلم، من أول المؤلف للمنتج للcrew كله لل يعني لكل الناس يعني بجد ربنا يجازينا خير في الفيلم ده يا رب. انا فارس نصار، انا بلعب MMA. ده البوكس والكيك بوكس والمصارعه وكل حاجه دي. وفارس عايز يوصل يلعب في مكان معين، يلعب اللعبه دي في مكان معين. فدي قصته بقى، انت تشوف هو هيوصل للمكان ده ولا لا. هيوصل كده ازاي لو وصل. الموضوع كان متعب شويه طبعا بالتمرين. واحنا قعدنا سنه ونص بنصور. بس احنا كلنا كنا مركزين، احنا كلنا عايزين نطلع حاجه حلوه، وده كان المهم. شخصية شهد دي أنا بعشقها. شخصية متمردة، شخصية طموحة جدا، شخصية عندها إصرار ومثابرة وشايفة اللي هي عايزاه، وأي حد حواليها ممكن تاكله لو قرب من حلمها. شبهي شوية كتير الصراحة، بس ما آكل اللي ممكن يأذيني. دور للشباب اللي هو في اللي هو رياضي، وفي اللي هو ارسنك اللي هو مطرب راب والاثنين دول ولادي. يعني انا زي ما تقولي كده واقفه في ظهرهم. يعني والله هي تجربه حلوه، لان هي خلي بالك هم برضو يعني وظفوا دوري حلو، لان انا لايق عليا دور والتمثيل كان فيه تدريب وكده. فالحمد لله يعني كان في تنظيم كويس، اللي هو في الاول عندك كده رهبه، وبعد كده خلاص اول مشهد، وبعد كده بقى خلاص فهمتي ان هو الدور يعني لازم تتأقلمي على قصادك وتحفظي دورك وتحاولي تأديه تمثيل. يعني ريسك محسوب. الشباب دول ممثلين ليهم مستقبل، وليهم جمهور كبير على أرض الواقع. احنا بنخاطب شريحة جديدة، شريحة شباب بكل لغتهم بتفاصيلهم بأغانيهم. فبالتالي كان لازم نستعين بالشباب دول. واجهتني صعوبات كتير، بس أكبر الصعوبات كان طبعا التصوير ما بين اسكندرية وبودابست، فالسفر نفسه فيه صعوبة، موضوع الMMA نفسه فيه صعوبة. وطبعا كتجربة إنتاجية لأول مرة أكيد مش هشرح لك بقى، كان صعب. هي تجربة شبابية مختلفة خالص يعني. بنتكلم عن مشكلات جيل جديد. أنا شايف إن السنين اللي فاتت ما اتعملش أعمال كتيرة على قد المشاكل بتاعتهم وعلى قد التحديات اللي هي بتقابلهم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.